فانت لعبت مع رديف المغرب. انه انا متفاهم ان المنتخب السعودي الاول بافضل عناصره لو لعب مع منتخب المغرب بافضل عناصره النتيجه محسومه. احنا عارفين ايش وضع الكره المغربيه ووضع المنتخب المغربي، يعني اصبح المنتخب المغرب ملهم. في طريقتين للتعامل مع نتيجه مباراه اليوم. في طريقه يعني اللي هي يا اخي يا رجال احنا تاهلنا وخلاص، ويعني ما فرقت اول ولا ثاني وتاهلنا، هذه طريقه وهي تناسب شريحه من الجمهور. وفي شريحه اخرى لا، كانت تبغى المنتخب السعودي يتاهل كاول المجموعه، خاصه لما نجي نقارن. انت تتكلم عن بتعتبر المنتخب السعودي اليوم التشكيله هذه رديف السعوديه مع رديف المغرب بهذا الشكل اللي ظهر اليوم، لا تزعل. واللي يقول لك لا ما تزعل هذا معليش، هذا واحد طموحه وسقف طموحاته محدود جدا. احنا عندنا امال كبيره في المنتخب السعودي انه يحقق البطوله هذه. صحيح المنتخب السعودي والاتحاد السعودي عندهم اولويات انهم يعتبرون هذه البطوله هي نوع من التحضير، لكن السعوديين غايبين عن البطولات منذ سنوات طويله. في اجيال سعوديه لم ترى المنتخب السعودي يحمل اي بطوله.